السلام الشباب، اليوم عندي لكم فيديو جديد كيفاش ترد على الاهانه وكيفااش تصرف فاش كيهينك شي واحد ولا كيقلل منك. كما عاده قبل ما نبداو الفيديو دير شي لايك واشترك باش يوصلك كل جديد ان شاء الله المره، وشجعونا باش نستمروا. لا بد انك تكون شي مره تعرضتي للاهانه ولا قلل منك شي واحد في الحياه ديالك، واللي في بعض الاحيان كتكون شي اهانه لا محل لها من الاعراب. وفي هذا الفيديو غنشوفوا اشنا هي الاهانه وكيفاش تتعامل مع هذه الحاله، وعلاش كنحسوا بالالم فاش كنتعرضوا للاهانه ولا كينقص شي واحد منك، وكيفاش ما تفاعلش مع ديك الحماقه وتولي تحكم في راسك بلا ما تعرف شي مشكل. ودابا ندخلوا للموضوع ديالنا. المحور الاول، اشنا هي الاهانه ولا شنو معنى ينقص شي واحد منك؟ الاهانه هي يلوح لك شي واحد من القيمه ديالك والكرامه والشرف ديالك بطريقه مباشره ولا غير مباشره بينك وبين راسك ولا بينك وبين المجتمع. ودابا غنشوفوا شنو كيطرى لينا فاش كيطيح شي واحد من القيمه ديالنا. باش ان واحد يهينك ولا يطيح من القيمه ديالك خاصو يهددك بشي طريقه، بحال مثلا انه يهددك بالمكانه ديالك في المجتمع، ولا يشكل صوره خايبه عليك ولا يقلل منك، وما غتكونش الاهانه ديالو مهمه الا فاش كتعتقد مهم ليك ولا تعتقد ان الكلام ديالو يضرك، بحال في المواقف ديالك ولا الجاذبيه ديالك ولا الاحلام ديالك. يعني يطيح لك شي واحد من الحلم ديالك. يعني كنتي بطبيعه الحال تايق في راسك وفي اللي حداك وفي السلطه ديالك، فلا ما غتكونش ديك الاهانه قويه وما غتعصبكش وما غتاثرش عليك بطريقه سلبيه، وغتكون قادر انك ترد عليها كما بغيتي بلا ما تخاف ولا تعصب. ودابا غنشوفوا شنو كيخلينا نتعرضوا للاهانه. اولا ما كتحترمش راسك، وين ما قدرتيش تلائم انجازات الصفات والنتائج ديالك، راه اي هضره في الزنقه راه تقدر تاثر عليك بزاف. ثانيا كتحترم راسك بزاف، يعني عندك واحد تقدير الذات عالي لواحد الدرجه بزاف اللي هي تضخم الانا ديالك. كتشبه النقطه اللي قلنا غير قبيله، ولكن في نفس الوقت كتفاعل حتى انت بطريقه قاصحه، وكتحاول انك تقلل الاهميه ديالك في عيوب الناس واخا غير مع راسك. فراه داك الشريط اللي كتقول مع راسك على راسك كيفتح المجال ديال هضره الناس تاثر عليك دغيا، فهمتي؟ ثالثا الكماليه، فاش كتبغي تشوف راسك كلشي فيك مزيان ومثالي، فراه اي محاوله كتشير على النقص ديالك غتكون قاصحه عليك. هذا هو الواقع وما كاينش فين تهرب. رابعا ما عندكش الراي ديالك الخاص بينك وبين راسك، كلشي داكشي اللي كتعتمد على راسك معتمد على اراء ديال الناس عليك. خامسا كتعتقد انك المسؤول عن المشاعر ديال الناس. الا كانت المشاعر ديال الناس حسب الفهم ديالك، وراه في ديك الوقيته فاش كتعرض للاهانه، وهذا كيعني لك انك درتي شي خطا. ودابا غنشوفوا شكون يقدر يهينك. شي واحد قريب منك ولا مهم بالنسبه لك، هذاك هو اللي يقدر يهينك. فمثلا الا تعرضت للاهانه من الوالدين ديالك ولا شي صديق ديالك، راه كتكون قاصحه اكثر من ما كتعتقد. ودابا غنشوفوا شنو غتقدر دير باش انك تقلل من فرص انك تعرض للاهانه بزاف ولا انك تعرض لسوء معامله بزاف. اولا حاول ديما انك تقبل راسك كما هو، راه حتى واحد ما كاملش. ثانيا حيد راسك على العيوب ديال الناس، عرف شكون انت، شنو كدير وشنو درتي وشنو حققتي. ثالثا ما تنساش انه ما كاينش داك بنادم لا يقدر يرضي الناس كاملين ديما، وما تنساش كذلك ان كاين في الدار ديالك الناس اللي انت عزيز عليهم بزاف وكيبغيوك بزاف. ودابا غنشوفوا كيفاش ترد على الاهانه. اول حاجه هي الصمت واحد الحاجه مهمه، وهي اول خطوه بطبيعه الحال، وهي بعد ما يهينك شي واحد ولا يطيح من القيمه ديالك ما تدويش والتزم بالصمت والهدوء، ما تجاوبوش بالزربه ولا تتفاعل معاه. وهنا ما كنقصدش تسكت على الاهانه، ولكن يسكت وبقى تشوف فيه بنظره كتبين انك تايق في راسك. ثانيا التاكيد على الاهانه، انك تاكد انه كيهينك. خاص انك تاكد انه وجه لك الاهانه ولا طيح لك من القيمه ديالك باش ما تطيحش في سوء الفهم. فاش سكتي فراه بينتي ليه انك راك عقلاني وما يقدرش يستفزك بسهوله. وفي جميع الاحوال سواء توقف ولا كمل في الاهانه ديالو ليك، فراه كتعتبر انت هو الطرف الفائز في هذه القضيه هذه، والموقف في الصالح ديالك، حيت غتبان انك عندك السيطره على المواقف كما بغاو يكونوا. وفي هذه الحاله كيتراجع على الاهانه ديالو ليك. ثالثا فاش كيزيد على الحد ديالو ضروري انك توقفه. بحال مثلا تقول ليه وفلان واش عارف اش كتقول، يعني خاصك تقاطعو بطريقه ذكيه وتوقفو. فاش كتسكتو وتبين ليه انك فهمتي علاش كيوجه لك الاهانه، ما غيكونش قدامه شي حل الا يسكت ويبقى يسمع
ليك. ودابا غنوصلوا لاخر مرحله، هي التعبير عن الاستياء. يعني حاول انك تعبر عن الاستياء ديالك واخا انت ما استيأتيش، المهم غير عبر عليها، يعني تبين ان الاهانه ديالو اثرات فيك واثرات فيك الهضره ديالو. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كما العاده اللي كيعجبك بحال هذا المحتوى هذا شجعنا بشي لايك واشتراك باش يوصلك كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابا ما كيبقى لي غير نقول لكم كان معكم أصنمي، السلام عليكم.